أهلاً بيكم يا أولياء الأمور. النهاردة هنتكلم عن طريقة ممتازة نبني بيها أساس قوي لأولادنا في الجمع والطرح أو ال addition and subtraction. الطريقة دي هي إننا نخليهم خبراء في حاجة بنسميها الأعداد المحورية أو ال anchor numbers. الأعداد دي هي أعداد سهلة نتعامل معاها في دماغنا زي 5 و10 و25 و50 أو 100. في الدرس ده هنركز على إزاي نخلي أولادنا خبراء في العدد المحوري 5. عشان تفهموا الفكرة فكروا إزاي بتحسبوا في دماغكم. لو سألتكم 49 زائد 18 يساوي كام؟ ممكن تاخدوا واحد من ال 18 وتدوه لل 49. كده المسألة اتحولت ل 50 زائد 17 اللي هي 67. انتوا كده استخدمتوا الانكر نمبر اللي هو 50 عشان تسهلوا المسألة على نفسكم. إحنا عايزين نعلم أولادنا يستخدموا الاستراتيجيات دي. الأداة إطار الخمسة أو الفايف فريم. عشان نشتغل على المهارة دي هنستخدم أداة اسمها إطار الخمسة أو الفايف فريم. دي مجرد شبكة بسيطة من صف واحد فيه 5 خانات فاضية. ممكن ترسموها على ورقة أو حتى تعملوها بشريط لاصق على ترابيزة اللعب. طفلكم هيستخدم الإطار ده عشان يبني ويفكك الأعداد، أو زي ما بنقول عليها في الرياضيات compose and decompose numbers. الهدف إن طفلكم يعرف كل الطرق الممكنة اللي نقدر نكون بيها رقم 5. الأدوات المطلوبة: هنحتاج شوية counters أو قطع عد للأنشطة دي. يفضل لو القطعة دي ليها لونين، أحمر في ناحية وأزرق في ناحية تانية، بس ده مش ضروري. لو ما عندكمش ممكن تستخدموا نوعين مختلفين من العملات المعدنية أو الزراير. قواعد استخدام إطار الخمسة: في كم قاعدة مهمة عشان نمنع أي لخبطة. 1. ابدأ من الشمال. لما طفلك يحط الكاونترز في الإطار لازم دايماً يبدأ من الخانة الشمال ويتحرك ناحية اليمين. ممكن تشرحها له وتقوله إنه يمشي في نفس الاتجاه اللي بيقرأ بيه في الإنجليزي. 2. خلي الألوان المتشابهة جنب بعض. القاعدة دي مهم جداً. لو طفلك حط 3 قطع حمر وقطعتين زرق ده بيعمل معادلة أو equation بنقراها كده: 3 قطع حمر زائد قطعتين زرق يساوي 5 قطع عد. لكن لو لخبط الألوان وعمل نمط أحمر أزرق أحمر وهكذا، المعادلة بتتغير وما بتبقاش 3 زائد 2، بتبقى 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. لازم نعلمه من دلوقتي يخلي الألوان المتشابهة مع بعضها. الأنشطة: 1. تكوين الخمسة أو composing 5. اطلب من طفلك إنه يقلب أو يبدل بعض الكاونترز عشان يعمل تركيبات مختلفة. مثلاً ممكن يعمل شكل فيه قطعتين زرق و3 حمر و3 حمر وقطعتين زرق والاتنين بيساووا 5. التكرار ده هيخليه مع الوقت يشوف الإطار المليان كوحدة واحدة بتمثل 5 أي unit of 5 من غير ما يحتاج يعد الخانات كل مرة. ما تستعجلش عليه، العملية دي ممكن تاخد وقت. 2. أساس الجمع Foundation of Addition. خليه يعمل إطارين 5، واحد فيه 3 قطع بلون معين والتاني فيه قطعتين بلون مختلف. اسأله في كام قطعة في الإطارين مع بعض. ممكن يحتاج يعدهم في الأول وده طبيعي. بعدين خليه يدمجهم في إطار واحد مليان. كده هيبدأ يستوعب ويتخيل إن 3 زائد 2 تساوي 5. كرروا ده مع تركيبات تانية زي 1 و4 و5 و0. 3. بناء جسر للخمسة Bridging to 5. لو عنده مسألة زي 4 زائد 3 وريه إزاي ممكن يبني جسر للخمسة. ممكن ياخد قطعة من مجموعة التلاتة ويوديها لمجموعة الأربعة عشان يكمل إطار الخمسة. كده هو حول المسألة الصعبة لمسألة أسهل، هي 5 زائد 2 تساوي 7. 4. أساس الطرح Deconstructing a number. علمه إزاي يفكك الرقم أو يعمل deconstruct. خليه يبني إطار 5 فيه 3 قطع زرق وقطعتين حمر. بعدين حط إطار صادي تحته. لو هو حرك القطعتين الحمر ونزلهم في الإطار اللي تحت يبقى هو كده كسر الخمسة لرقمين منفصلين 3 و2. ده بيبني عنده الأساس اللي هيحتاجه عشان يتعلم الطرح. ادوله تدريب كتير على التركيبات المختلفة، وفي الدرس الجاي هنستخدم أداة تانية ممكن تكونوا فاكرينها من أيام المدرسة،
وهي خط الأعداد أو النمبر لاين، عشان نعمق فهمه لرقم 5 وعلاقته بالأرقام التانية.